مختلف أرجاء ليبيا الحبيبة. الله أكبر. في هذا المكان نلتقي اليوم جميعا لنحيي حدث كبير جدا، حدث غير مسبوق في عمر ليبيا الجديدة، حدث إن عبر عن شيء فإنما يعبر عن الوطنية الخالصة، فإنما يعبر عن الحب لهذا الوطن، فإنما يعبر عن الإيثار، فإنما يعبر عن السعي الحثيث من أجل بناء دولة العدل والمؤسسات والقانون. هذا ما قامت به كتيبة شهداء مصراتة، وما ستقوم به اليوم أمامكم وأمام عدسات القنوات الفضائية، حيث تسليم كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمقر المتواجد به ومختلف الآليات إلى مؤسسات الدولة ما بين وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم. فقبل كل شيء تحية لكتيبة شهداء مصراتة ولأمرها الصلاة. أبطال منذ البداية، انطلاق حرب التحرير، واكبوا حرب التحرير من البيضاء حتى وصلوا إلى سرت، حتى أن تم دك أوكار الطاغية في مدينة سرت والقضاء عليه نهائيا. كانوا شهداء مصراتة متواجدين، نفذوا تعليمات المجلس الوطني الانتقالي ووزارة الدفاع، وقاموا أيضا بتأمين المنطقة الممتدة بالجوات حتى سرت من بداية التحرير وحتى شهر 2 من عام 2012 الماضي. قدموا كثير من العطاء والنضال والجهاد، فلهم التحية أبطال كتيبة شهداء مصراتة ولكل ثوار الأبطال في مختلف الكتائب.